السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وهنعمل النهارده إن شاء الله الكنافة السادة والمكسرات. أنا قُلت أجمّعهم لكم في فيديو واحد. مش مستاهل يعني إن أنا أعمل فيديو لوحده على الكنافة السادة لإنها سهلة وبسيطة جدًا، فهنعمل النهارده الكنافة السادة والكنافة بالمكسرات، وهتعرفوا إزاي توصلوا للون الحلو ده الدهبي، وإزاي التسوية تطلع معاكم مقرمشة وفي نفس الوقت طرية من جوّه. أول حاجة هنحضّر لنُص كيلو كنافة كده دي كوباية إلا ربع معيارية سمنة، كوباية إلا ربع سمنة، وربع كوباية زيت، كوباية إلا ربع سمنة، وربع كوباية زيت. طب ليه الزيت؟ الزيت بيدّيها قرمشة حلوة أوي، هتاخدوا بالكم منها لمّا تجرّبوها وشوفوها. هانزل بالكلام ده في طاسة أو كزرونة صغيّرة تسيح على نار هادية، يا دوب تسيح، أنا مش عايزاها تسخن، يا دوب تسيح. هنا أنا جايبة نُص كيلو كنافة وحاطاه في الفريزر من بدري. طيب هو لازم إن أنا أحُط الكنافة في الفريزر ولازم تبقى بايتة؟ يُفضّل، لكن افرضي أنتِ عايزة تعمليه بسرعة ومستعجلة ومضطرة تجيبي كنافة دلوقتي تعمليها، هاتيها عادي وسيبيها افتحي الكيس شوية تنشف شوية وابتدي قطّعيها بالمقص، ناعم خالص أو امسكيها قطّعيها وحطّيها في الكبة تتفرم ناعم خالص، خلاص؟ دي أنا بقى حاطاها في الفريزر وشايفين زي ما أنتم شايفين عشان كده أنا باحب أحطها في الفريزر بصراحة، لإن بكل سهولة بامسكها أفرُكها بإيدي كده زي ما أنتم شايفين، شايفين عاملة إزاي؟ فأنا باحب موضوع الفريزر ده أوي، غير إن أنا بقى لسه هاحط في الكبة وأغسل الكبة، أو مثلًا هاجيب المقص أقطّع بالمقص وبصراحة إيدي بتوجعني، لإن لازم أقطّعه ناعم أوي بالمقص، فأفضل طريقة بالنسبة لي باحب أجيبها أحطها في الفريزر وباطلّعها كده أفرُكها بإيدي بكل سهولة، ما بتاخدش مني وقت خالص. زي ما قُلت لكم دول نُص كيلو، زي ما أنتم شايفين بقت متفتفتة زي الرمل إزاي، أنا آسفة الصورة ساعات بتتهز لإن طبعًا الكنافة لونها أبيض، ولمّا بتتحط قصاد الكاميرا بتعمل الهزازان البسيط اللي أنتم شايفينه ده. على النُص كيلو باحط 3 معالق كبار سكر بودر، طب إيه فايدة السكر البودر؟ ما تحطوش أكتر من 3 معالق، السكر البودر بيساعد على إن الكنافة تاخد اللون الدهبي، خلاص؟ لو كتّرتوا أكتر من 3 معالق سكر بودر وتقولوا بقى عشان الزيادة يعني أفضل، لأ، لو كتّرتوا أكتر من 3 معالق هتلاقوا الكنافة بتنشف منكم أوي، مش بتبقى مقرمشة لأ، دي بتبقى ناشفة، خلاص؟ هانزل بقى بالسمنة بتاعتي زي ما أنتم شُفتوا كوباية إلّا ربع سمنة معيارية، وربع كوباية زيت، هانزل بيها طبعًا أنتم شايفين إن هي كده كتير، لأ هي مش كتير، بُصّوا كده لمّا بدأت أقلّب لسه بقى هابتدي لازم نقلّب بإيدينا عشان نتأكد إن السمنة غلّفت كل الكنافة، وقبليها والنقطة اللي أنا نسيت أقولها لكم إن السكر برضه لازم قبل ما أحط السمنة لازم أتأكد إن السكر غلّف الكنافة الأول، وبعد كده أنزل بالسمنة. ويُفضّل الحركة دي يا جماعة تتعمل بالإيد، لإن فعلًا مش هتحسّي بإن الحركة دي اتضبطت غير بالإيد. هنا أنا باحاول أغلِّف الكنافة بالسمنة كلّها شايفين لغاية ما توصل للمرحلة اللي أنتم شايفينها دي، أنا بامسك الكنافة أحطّها في إيدي وأعصُر عليها بتتكوّن معايا قطعة واحدة، شايفين، شايفين؟ بس كده، كده كمية السمنة الحمد لله مضبوطة، أنا جِبت بقى صينية تارت، أنا باحب أعملها في صينية التارت بصراحة، لو عندي أنا ما عنديش صواني البسبوسة عشان كده أنا باحب أعملها ما باحبش أعملها في صينية تكون غويطة، ليه؟ علشان خاطر التسوية للكنافة والبسبوسة الخبز عامةً بيبقى أفضل في صينية تكون الحيطة بتاعتها أو زي ما أنتم شايفين كده العمق بتاعها ما بيكونش كبير، ما يكونش غويط، تمام؟ يا رب تكون النقطة دي وصلت لكم برضه. هنا دي الكنافة السادة، فأنا بابتدي أحط الكنافة كده طبعًا ما ب مش محتاجة إن أنا أدهن مادة دهنية ليه؟ لإن الكنافة غرقانة سمنة. طبعًا هنا أنا ابتديت أسخّن الفرن 180 درجة، لازم الكنافة نضغطها كويس جدًا بإيدينا، لازم تتضغط كويس جدًا بإيدينا، ما تخلّوش الطبقة دي تخينة أوي عشان الكنافة ما تلاقوهاش من جوّه بيضة ونيّة، خلاص؟ أدي كده دي الكنافة السادة، أبتدي أعمل بقى الكنافة بالمكسرات، هاجيب بولة أخلط فيها زبيب وجوز هند وسوداني محمص،
يفضل يكون محمص، واقلبهم كويس. وهنا طبعا تقدروا تحطوا اي مكونات انتوا عاوزينها. وبالنسبة للكميات ونسبة المكونات لبعض زي ما تحبوا، مش نسب معينة، زي ما تحبوا. زي تكتروا السوداني، تكتروا الزبيب، تكتروا جوز الهند، زي ما تحبوا. وهنا هنزل عليهم بحوالي زي ما انتوا شايفين كبشتين صغننين خالص زي ما انتوا شايفين من السيرب او الشربات او الشيرة زي الخليج ما بيقولوا. ليه؟ علشان خاطر بتعملي كده ليه؟ علشان خاطر احنا للقطايف او للكنافة، علشان خاطر الحشوة تبقى متماسكة، لما تيجوا تقطعوها الحشوة ما تسيبش الكنافة وتجري بره. خلاص قلبتها كويس جدا. وهنا انا حبيت ان انا اعملها على هيئة انجليش كيك، عملتها في قالب الانجليش كيك. طبعا برضو مش هدهن القالب، ليه؟ لان السمنة الكنافة غرقانة سمنة. هحط طبقة كنافة زي ما انتوا شايفين. النص كيلو عملوا لي صينية طرت حوالي 20 سنتي صغيرة خالص، وعملوا لي زي ما انتوا شايفين قالب الانجليش كيك ده. هبتدي، انا حبيت ان انا ما حبيتش اعمل طبقة من تحت وخلاص، لا انا عايزاه من كل القالب متغلف من جوه كله زي ما انتوا شايفين كده. الحيطة بتاعت او الحيطة بتاعت الانجليش كيك نفسه حوطته برضو بالكنافة زي ما انتوا شايفين، زي التشيز كيك كده لما بنجيب البسكوت على جنب الصينية كده برضو. اهو زي ما انتم شايفين محوطة من تحت الأرضية بالكنافة، وحوالين القالب داير ما يدور كده زي ما انتم شايفين كنافة برضو. هنزل بقى بالحشوة بتاعتي وهسويها كويس جدا. زي ما قلت لكم، من مجرد ما ابتديت ان انا ارص الكنافة في الصواني بدأت اسخن الفرن. اللي هيتبقوا بقى دول انا هعملهم بيهم ان شاء الله، هعمل بيهم قطايف او اعمل بيهم كنافة تاني. مش هيخسر طبعا، لان احنا في شهر رمضان بنعمل حشوات كتير، بنعمل حلويات كتير شرقية، فبنحتاج الحشوة دي كتير. تقدري تحطي قرفة، تقدري تحطي اي منكه تحبيه. انا ما بحبش القرفة بصراحة، وحبيتها تكون في الوصفة دي، يعني ما بحبش القرفة. طبعا تقدروا تعملوا بنفس الحشوة جلاش زي ما انتوا عاوزين. حطيت اهو الطبقة التانية من الكنافة وبدأت اضغطها، ولازم تضغطوها جامد. لازم الكنافة تبقى مضغوطة جامد جدا ومتماسكة جامد جدا قبل ما تدخل الفرن زي ما انتوا شايفين كده. هنا خلاص الاتنين، قالب الصينية السادة والقالب المحشي مكسرات بقى جاهز على دخول الفرن. درجة حرارة 180 على حسب الفرن بتاعك. بمجرد ما تلاقي الحروف بدأت تبقى لونها ذهبي، هنا ده معناه ان القاع بقى لونه ذهبي. مجرد ما تلاقي الحروف بقى لونها ذهبي يبقى كده القاع بقى لونه ذهبي. هنا بنفتح الشواية، وممكن نطفي الفرن لو الفرن بتاعك حامي، نطفي الفرن. هنا طلعتها، خدت اللون الذهبي، وهبتدي اسقيها وهي سخنة بالسيرب او الشربات او الشيرة. خلاص زي ما انتوا شايفين، انا ما بحبش السيرب بتاعي يبقى تقيل قوي. انا بحب الكنافه بتاعتي تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. طب ازاي تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه؟ ان السيرب بتاعك او الشربات بتاعك تبقى متوسطه، قوامه متوسط، ما يبقاش قوامه تقيل قوي. تمام. فعلشان تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، تبقى القوام بتاع الشربات بتاعك متوسط. وارجعوا للفيديو بتاع السيرب والمكونات بتاعته وطريقته. زي ما انا قلت لكم، انا بعمل الشربات بيقعد من السنه للسنه، ما بيجرالوش اي حاجه. طبعا هسيبها شويه، انا سقيتها، هسيبها شويه تهدى، وابتدي بقى اقلب الصواني بتاعتي وازينها بالطريقه اللي كل واحد يحبها. زي ما انتم شايفين، بصوا انا بقطعها، شايفين؟ ده هو ده بقى اللي انا عايزه اوضحه لكم. لما بتحطوا السيرب تقلبوه مع الحشوه زي ما انتم شايفين اهو، بصوا دي هتتفتت، لكن في اهو الكنافه اتكسرت، لكن الحشوه فضلت زي ما هي، ما خرجتش بره. ليه؟ علشان انا غلفتها كويس جدا بالشربات. كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا وشفا، يا رب اكون وصلت لكم المعلومه كويس جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.